خبر جميل جدا. احب اقوله للشباب المحترمه اللي هم عندهم بلوكات بالنسبه لاوبر وكريم والكلام دوت. الناس اللي الاكونتات بتاعتها شغاله في كريم، لما بيجي يخش برقم التليفون وهو واخد بلوك في اوبر لكن مش واخد بلوك في كريم، يقدر اللي هو يقدم ورقه بنفس الرقم اللي عامله في كريم. ان شاء الله الاكونت بتاعه هيشتغل زي الفل لو هو واخد بلوك في اوبر. تاني، لو واحد واخد بلوك في اوبر بقاله فتره كبيره لكن مش واخد بلوك في كريم، يقدر اللي هو يقدم بالرقم التليفون اللي كان في كريم في اوبر ويقدم الورق بتاعه كله، هيشتغل زي الفل باذن الله. تمام يا رجاله؟ خلي بالكم يا جماعه، مشكله الاجره ومشكله اللي الشباب في شركات النقل الذكي، المشكله كبيره جدا، اكبر مما تتخيلوا. المشكله ان العدد كبير جدا جدا جدا، بقى فوق ما تتخيلوا بقى شغال في النقل الذكي. يكاد اللي 80% او 75% من شباب مصر بقى شغال في النقل الذكي. فما يجيش واحد بقى معلش يعني بيشرب ستروكس ولا مش عارف بيشربوا ايه دول الايام دي، يجي يقول لك الاضراب هيعملوا اضراب ويعملوا مش عارف ايه. اضراب مين يا حبيبي؟ اساسا انت مش متشاف، انت مش متشاف لان العدد بقى كتير جدا. يا جماعه الخلاصه في الموضوع دوت ولا هيمشي في اضرابات ولا الكلام ده كله. الخلاصه صدقني والله العظيم انا بكلمكم الكلام الافاده، انا عايز افيدك، انت اخويا وانا عايز افيدك، مش عايز اضلك عشان خاطر مشاهدات وكلام فارغ. الناس اللي بتدلكوا عشان خاطر مشاهدات وكلام فارغ، احنا ملناش فيه وفينا عنه. من الاخر يا شباب، لازم تشوف لك شغل تاني مع الشغل بتاعك، لازم تشوف شغل تاني مع الشغل بتاعك، او ليك شغل اساسي ارجعه واشتغل فيه تاني. اوعى يعني ايه تكون مركز في الشغل ده بس. تمام؟ ركز في شغل تاني عشان ربنا يوسع عليك ويكرمك. تحياتي للجميع.